اهلا بكم. النهارده هعمل معاكم فيديو هو متكرر على القناه ومتكرر على كل القنوات، بس انا ليا فيها طريقه مختلفه. تقدروا تقولوا ان الحواوشي ده لعبتي، دايما موجود عندي في الفريزر ودايما بعمله بدون تكلفه او مش بدون تكلفه. رغيف الحواوشي دلوقتي معدي 20 جنيه، ويبقى انت ما انتش برضو ضامناه ان هو جاي بيجي من على ترابيزه الجزار، بيحط فيه كل اللي يخطر في بالك يعني، عن تجربة، واحنا عارفين احنا بنقول ايه وانتوا عارفين احنا بنقول ايه. هبدأ هنا كده معاكم. ابدأ في المكونات على طول. انا معايا هنا كيلو لحمة، زي ما انتوا شايفين. تحاولوا تخلوا فيه، يعني هو الجزار بيفرمها لكم او انتوا بتفرموها في البيت، تحاولوا تحطوا فيها حتة دهنة او حتة ليا او اي حاجة. علشان الحواوشي مش بيبقى بيحتاج اللحمة حمرا قوي يعني. ده بالظبط كيلو لحمة هيعمل معايا حوالي 25 رغيف حواوشي، وهتشوفوا زي ما انتوا كده يعني. كملوا معايا الفيديو للآخر، هتشوفوا الفيديو، هتشوفوا الرغيف مليان يعني، مش فيه حبة لحمة صغيرين او كده. انا عن نفسي مش بحب احط بصل كتير، لان دي حاجة انا عاملاها لنفسي لبيتي، مش لازم اكتر الكمية على حساب القولون او على حساب ان انا اكتر البصل. حطيت هنا طماطميتين، وحطيت بصلتين كبار، والاضافه الحلوه قوي اللي هي الفلفل الالوان دي بتدي طعم رهيب رهيب بجد لاي حاجه بتحط فيها بتقبل فلفل. حط فيها شريحتين فلفل الوان، بتدي فيها اضافه جميله قوي قوي قوي، نكهه تانية وطعم تاني. هنا بالكبه الجميله بتاعتنا دي، هنا اللي مش بستغنى عنها ابدا. بفرم الحاجات دي ناعم خالص خالص خالص، زي ما انتم شايفين. هنا الكاتشب بحط فيها معلقتين كبار كاتشب، ده مع الكيلو لحمه. استغني عنها مفيش مشكله، بما ان في طماطم، بس هي بتديها ريحه كده جميله قوي. وبحط على فكره علبه زبادي، بتخلي اللحمه من جوه كده طريه جوسي كده بجد، بسم الله ما شاء الله، بتدي جميله جميله جميله. جربي علبه الزبادي دي. البهارات هنا بقى حطي بقى كيفك. انا حاطه بهارات لحمه، وحاطه بابريكا، وحاطه كمون، وحاطه كزبره، وحاطه فلفل اسود. واللي حابب يحط شطه يزود. هو طبعا الحواوشي مبقالوش طعم من غير شطه يعني. حط شويه شطه بس متكتريش. تمام. هنا زي ما قلنا اللحمه تكون، لو كيلو يبقى حط فيها 200 جرام، او يعني ما تكتريش او برضو من الحتة ليا، او حط فيها سمين. يعني الكيلو حط فيه مثلا 200 جرام سمين، علشان يدي معاكي الطعم الحلو للحواوشي. تمام. وزي ما قلنا دول مثلا عملوا حوالي 20 5، والله ما فاكرة، بس حوالي 25 رغيف. العيش ده بجيبه من اي مكان، في يعني اي حد عنده عيش بتجيبي بتقولي له عايزه عيش للحواوشي. في عيش بالرده وفي عيش ابيض، انا بحب اللي بالرده، بيبقى اطعم وتحسيها تخينه شويه كده. تقدري تتحكمي فيها في التسويه، تقدري يعني ما تبقاش الرغيف رقيق كده مع الحشو. طبعا مش محتاجين اقول لكم بتحشوها ازاي، بس انا بكتر دايما اللحمه فيها، ما بخليهاش قليله. وتراعي دايما انك انت لما تحط لحمه كتير، انك انت وقت التسويه تهدي النار شويه، عشان تاخد التسويه الكامله بتاعتها. في ناس بتسويها في الفرن، وفي ناس بتسويها في صينيه او في طاسه او جريل او اي حاجه على الشعله من فوق. وانا برضو بسويها في الاير فراير. يعني انا دلوقتي هسويها بطريقتين: فوق على الفرن في البوتاجاز من فوق، وبطريقه الاير فراير. كام حد سالني عليها بتسويها في الاير فراير ولا لا؟ فعلا تحفه تحفه تحفه. يعني انا عاده لما بيبقوا كميه بضطر اعملها في صينيه، لكن لو على قد رغيف او اتنين بعملها في القلايه، بتبقى منتهى الجمال. بتدي قرمشه كده وسريعه معايا، بتاخدش وقت. بطلعها من الفريزر احطها في القلايه على طول، عما بتاخد لون العيش من بره بيكون اللحمه استوت من جوه. وجميله يعني. هنا طبعا زي ما انتم شايفين، شوفوا كميه اللحمه اللي بحطها. الرغيف ده على فكره صغير خالص يعني، مش رغيف كبير ولا حاجه، ومش صغير قوي يعني، اللي هو رغيف العيش المعتاد بتاع الحواوشي ده، زي اللي بتشتريه من بره. حطينا هنا كده. دايما بخلي فيه طبق تحت، لان بيقع على الرده، والرده دي بتبقى رخمه قوي في التنظيف. فدايما بخلي طبق تحت ايدي زي ما انتم شايفين كده، علشان لما يقع رده او اي بقايا من العيش او اي حاجه تقع في الطبق، ما تقعليش على الارض او على السجاده. ويبقى آه، تنظيفها رخم يعني. هنا هنكمل معانا كميه الحواوشي كلها.
بالشكل ده. يقال ان انا بعمل حواوشي حلو ودايما موجود عندي يعني الحمد لله. بعمله، واللي عايز يفطر اللي عايز يتعشى واي حد بياكله من ايدي بيحب طعمه يعني. حطينا هنا علبة زبادي، حطينا هنا البهارات، حطينا هنا الفلفل والطماطم والبصل، وحطينا معلقتين كاتشب زي ما اتفقنا، وبهاراتك بقى زي ما تحبي بهاري. انا ده تقريبا كام وعشرين رغيف. لو طبعا ده مش هيتاكل في يوم واحد ولا مرة واحدة ولا الكلام ده نهائي، انا بعمله واللي عايز بيطلع الرغيف بتاعه يسخنه او يحمره او احمره او حاجة. هنا الاكياس دي جميلة قوي قوي قوي، لو جربتيها برضو حلوة. في تخزين كل حاجة. عندك الأكياس دي ماشي ما فيش مشكلة، عندك أكياس عادية بس تحاولي وانت بتحطيها تحطيها متساوية كده، ما يكونش فيها حتة معوجة، علشان لما تيجي تطلعي الرغيف وتحاولي وتبدأي تسويه وهو لسه ما طراش قوي او هو لسه متلج قوي، يطلع معاكي بالشكل ده. خلي خلي الأرغفة فوق بعضها متساوية كده. حطيها في كيس عادي، حطها في علبة زي ما تخزني، دي طريقتك انت. تمام. وحطيها ما فيش بينهم وبين بعض اكياس ولا حاجه، لان هو انت مجرد ما بتطلع بتفك على طول. زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. حطيتهم رصتين فوق بعض وبعينهم في الفريزر وباخد منهم على لو هتسويها في الاير فراير او في القلايه الهوائيه، آه بتحطي معلقه زيت تحت وبالفرشه كده بتحطي يعني دهنه من للرغيف من هنا ودهنه للرغيف من هنا ودهنه للقلايه. التركة الحلوة قوي اللي بتعمليها مع كل مرة بتشغلي القلاية، لو مشغلاها على أبسط حاجة، تبدأي ان انت تسيبيها تشتغل فاضية دقيقتين 3 4 دقايق، تسخنيها كويس جدا جدا جدا، زي ما تكوني بتستخدمي الفرن في اي حاجة وتسخنيه الاول. القلاية بتفرق في التسوية وبتفرق في طعم الاكل، وبيفرق في وقت التسوية نفسه في ال3 4 دقايق اللي بتشغلي بيها القلاية فاضية قبل ما تحطي فيها اي حاجة. هنا زي ما انتم شايفين دهنت القلاية دوب بس آه، ادي بس كده دهنة خفيفة، لمعة خفيفة كده، وبدأت حطيت الرغيف في قلب القلاية. آم، هنا السهم اللي فوق ده بيعلي درجة الحرارة، واللي تحت بيوطيها. تمام. الزرار اللي في النص الباور ده لما بتضغطي عليه شوفي شكل المروحة ده بيلف، والزرار الأحمر ده كده معناها ان القلاية شغالة. لما تضغطي كمان ضغط على زرار الباور ده، لو ضغطت دلوقتي ضغطة كمان الزرار الاحمر ده يختفي، دي معناها ان 15 ثانية والقلاية هتقف. تمام. هنا برضو لو انت هتسويها على الصينية من فوق او على الجريل او الطاسة او ايا كان، دي طريقتي المعتادة للتسوية يعني. بتحطي برضو دهنة الزيت، وبتحطي دهنة الزيت على الجريل او على الطاسة، وبتحطي يمين وشمال كده فوق وتحت على رغيف الحواوشي. الطماطم والزبادي بتاخد الحواوشي لان هو يبقى جوسي وطري كده من جوه، الحشوه من جوه كده تبقى طريه جدا جدا جدا، ما تحسيش ان هو ناشف او ما انتش قادره تبلعيه او كده. دايما انت بقى كده بالمغرفة او بمعلقة تضغطي على رغيف الحواوشي علشان يبدأ هو ينزل العصارة بتاعته اللي احنا انا قلت لكم عليها، اللي هي الطماطم والزبادي والحاجات دي، تبدأ ننزل العصارة دي بتبقى بتدي ريحة للحواوشي وبتديله طعم بيبقى في منتهى الجمال وبيساعد على التسوية. هنا الرغيف الاولاني هي عامه الرغيف بياخد حوالي من 10 ل15 دقيقه في الاير فراير او في القلايه الهوائيه. بدات انقله كده على الناحيه التانية زي ما انت شايفه بالشكل ده كده، بس معلش كانت الكاميرا مش عامله فلاش فمش باينه. شوفي بقى العصاره اللي بقولك عليها من الجنب دي بتدي طعم الحواوشي خطير خطير بجد والله. كل ما بتضغطي عليها كده كل ما بتنزل المية دي بتدي ريحة الشوي اكتر. آه، نكمل هنا كده بقى التسوية زي ما انتم شايفين. الاتنين تقريبا اخد وقت واحد في التسوية، ما بال القلاية غابت شوية. بالنسبة للطعم هو يعتبر طعم واحد. بالنسبة للزيت احنا يعتبر هنا حطينا هنا اقل من معلقة وهنا اقل من معلقة، ولو سويتيه في الفرن برضو لازم بيدهن وشه من الناحية دي ومن الناحية دي، وبتسيبيه يتعامل مع نفسه. آه اللي على
اللي على اليمين ده معمول في الطاسة او في الجريل، واللي على الشمال ده معمول في القلاية الهوائية. الاتنين عامة هيبقوا نفس الطعم، مش هتلاقي فرق كويس، يعني مش هتلاقي فرق او اختلاف في الطعم او حاجة. ولكن برضو هو ما اخدش هنا زيت وهنا ما اخدش زيت. الاسهل ليكي او الاسرع ليكي اعمليه، مفيش ادنى مشكلة. هنا بس ماسكه الكاميرا بايدي فمش عارفه اقطع الرغيف كويس، بس هتعامل يعني ما شاء الله اهو. لو الصوت كان باين اللي في القلاية مقرمش قوي، اعطي قرمشه كده للي بيحب الرغيفي او الحوش يبقى مقرمش، العيش بيبقى مقرمش من فوق كده، بيبقى طعمه في منتهى الجمال، والناحية التانية بيبقى طري. في كلتا الحالتين لو انت عايزة اللي في القلاية ده يطرى بتطلعيه، بس بتغطيه بطبق او بتغطيه مثلا بورقة فويل او ورقة زبدة او اي حاجة، وشوية وهو بيطرى. والتاني برضو الرغيف التاني اللي هو معمول على الطاسة او في الفرن برضو هو هيدي نفس النتيجة. بس انا حاسة ان القوام بتاع او الشكل بتاع القلاية احلى. مش شكل، لكن طبيعي الطعم هيبقى زي بعضه لانها الحشوة واحدة والعيش واحد والحاجات اللي زي كده. شوفوا بقى شكل الحشوة من جوه عامل ازاي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللحمة جميلة، ما حطناش فيها دهون كتير، فعشان كده اللحمة جوه مفرودة بفردتها، ما كشتش ولا اي حاجة. حتة مخلل بقى كده جنبها، او بصلاية او اي حاجة زي ما قلبك يحب. ونبدأ نتعامل الرغيفين دول كده، تعاملنا معاهم ما شاء الله في اقل من دقيقتين، والحمد لله كان الطعم منتهى الجمال. جربوا طريقتي واشوفكم في فيديو تاني. سلام.